السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هشرح تركيب شرط الرينكو. الاول هنفتح يورو دولار مثلا، هنروح على الرينكو لايف شارت، هنخلي العشرة دي 15، دي حجم الشمعة، واتنين دي اللي حسب ما انت عاوز، ديت التايم فريم اللي انت هتشتغل عليه، هنخليه زي ما هو، ندوس موافق. كده الشرط هو السوق الوقت مقفول، فحقه ان هو هيجيب هنا هيقول لك ان هو تجيبه اف اوف لاين على فريم الام 2. هنروح هنا اهوت نفتح الملف هنا اهوت، فتح الاوف لاين، وهنا نفتح اليورو دولار ام 2، وبكده احنا عملنا الشرط الرانكو. حق لازم يدنوا الشرطين دول يكونوا مفتوحين، ما ينفعش واحد منهم يتقفل، الاتنين يكونوا شغالين. هنركب الاكسبرت الخاص بينا، احنا كده هنشتغل عادي خالص. نحط ديت خواص انا ضفتها لاخر نسخه موجوده على الاكسبرت. كلوز اوردر مره واحده، كلوز الاوردرات اللي فيها ارباح ممكن بضغط الزرار تروح مقفوله. لو في خسائر في اوردرات عاوزين نوقف الخسائر دي، ممكن نعمل لها هيدج. لو عاوز بضغط الزرار نفتح كام امر شراء بنحدده من جوه الاكسبرت. يعني انا بضغط الزرار دوت هفتح 5 اوردرات مره واحده، او السلم نفس النظام، بيع هيدن ديت في بيانات للمعلومات عن الصفقات اللي موجوده في دي بيخفيها وتشتغلها. سكرين شوت دوت بعض الشركات ساعات بتغش، بضغطة زرار بتاخد صورة من السكرين اللي موجودة كده، هتلاقيها في الملفات، هتفتح الملفات هتلاقي الصورة موجودة اللي احنا عملناها دلوقتي. عمل صورة لك بضغط زرار تانية، هيجي بضغط زرار تانية هيعمل لك صورة تانية جديدة، ضغط الزرار هيجي يفتح صورة جديدة، وهكذا. طبعا زرار خروج خالص، ودوت زرار لحركة تحطها في مطرح ما انت عاوز. انا عملت السليب دوت عشان لما اكون مش موجود قصاد ولاد ممكن يلعبوا وبتاع، دي توقف الزراير دي كلها، مش فيش حاجه هتتحرك غير زرار الحركه بس، حركه الايقونات نفسها، الزراير نفسها. هو اما اي حاجه تانية مش هتشتغل، اي حاجه تانية مش هتشتغل غير ما تفتح تاني، وده كله هيشتغل تاني كده. خروج، ودوت كل اللي موجود دلوقتي، وان شاء الله يكون خير. السلام عليكم.